هو احنا يعني ما عندناش غير اسرائيل دي اللي نقدر نستورد منها غاز؟ ما الغاز في كل حته. تعال احكي لك حكايتنا مع الغاز عشان تعرف احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي ازاي ومحتاجين نعمل ايه. مبدئيا كده مصر عدت في 3 مراحل. اول مرحله كانت مرحله التصدير، دي من 2004 تقريبا لحد 2011. في الوقت ده احنا كان عندنا فائض من الغاز، عندنا غاز بزياده. ولو تفتكروا في الوقت ده كان بدايه مشروع توصيل الغاز للبيوت، الغاز الطبيعي اللي بنقول عليه ده. عندنا بقى غاز بزياده فبنستثمر فيه وبنطور، بس بما ان عندنا زياده ابتدينا نصدر. فاكرين الراجل ده؟ او ده كان عراب الاتفاقيه ما بين مصر واسرائيل في تصدير الغاز. بنصدره لهم ازاي؟ عن طريق انابيب، يعني بنصدره في الحاله الغازيه العاديه جدا. وطبعا في الوقت ده كان تم تثبيت الاسعار عند مستويات مش احسن حاجه، وكنا احنا الخسرانين في القصه دي بشكل او باخر. تاني بقى مرحله لمصر في رحله الغاز، مرحله التراجع والعجز، ده اللي هو نقدر نقول عليه كده من بعد بقى 2012 ل 2014. طبعا دوله بتغير نظامها السياسي بطريقه عنيفه، اكيد هيحصل فيه تراجع في الاستثمارات الاجنبيه. وتراجع في الاستثمارات الاجنبيه يعني الحقول نفسها هيبقى المينتنس او الصيانه بتاعتها هتقل، الاكتشافات هتقل، وهكذا. ده ادى الى ضعف الانتاج في نفس الوقت اللي احنا عندنا فيه زياده سكانيه طبعا، والاهم زياده في استهلاك الكهرباء في الصناعه. حصل ايه بقى يا معلم؟ عجز غازي حاد. اول حاجه عملناها وقفنا التصدير طبعا. اللي يعوزوا البيت يحرم على ولا لا ده مش جامع ده. ونتيجه الكلام ده انقطاعات متكرره للكهرباء سواء في البيوت او في المجالات الصناعيه. طب هنعمل ايه بقى؟ دخلنا مرحله جديده اللي هي مرحله الاستيراد، ودي اللي احنا فيها لحد النهارده. نفس بقى انابيب الغاز اللي كنا بنودي فيها غاز لاسرائيل، سبحان الله بقى هم اللي عندهم غاز دلوقتي وهم اللي بيصدروا لنا في نفس الانابيب. بس مش دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنعملها، احنا بنعمل حاجه تانية كمان. احنا بنأجر سفن تغويز الغاز. ايه سفن التغويز دي؟ دي اللي بتحول الغاز من الصورة السائلة للصورة الغازية. بنأجرها ليه ديت؟ لأن احنا ابتدينا نستورد غاز من دول تانية كمان غير إسرائيل، بس عشان المراكب تجيلنا من آخر الدنيا أو من الدول التانية، من قطر مثلا لحد عندنا في مصر، مش هتجيبولك في الصورة الغازية، بتحوله لسائل. فلما تجيلك هنا انت محتاج ان انت تحول الغاز ده من السائل للغاز. احنا بقى ما عندناش استثمارات في الحتة دي، بمعنى ان احنا ما عندناش محطات للتغويز بالشكل اللي يقدر يغطي احتياجاتنا. فبنأجر سفن تفضل واقفة على المينا تاخد الغاز اللي جاي في الصورة السائلة من المراكب دي وتحوله لنا الغاز وتحطه لنا في الانابيب بتاعتنا. مشكلة السفن دي انها غالية جدا، وفي نفس الوقت انت كده منكشف على الاسعار العالمية بقى، ولكن بيأمن لك احتياجاتك العاجله جدا من الغاز زي ما بيحصل دلوقتي كده. في النص بقى في كام حاجه كده حصلت. طبعا كلنا فاكرين حقل ظهر، ده كان جاء ادانا امل كده وانتعاش. اخيرا هيبقى عندنا امدادات دائمه من الغاز، وابتدت معظم استثماراتنا في الطاقه في الوقت ده انها تركز على استهلاك الغاز، ما احنا هيبقى عندنا تاني بزياده. وحصل طبعا انخفاض كبير جدا في انتاج الحقل ده لاسباب كتيره، منها ان كنا فاهمين الحقل غلط، التركيب الجيولوجي بتاعه، منها ان احنا كنا مستعجلين وعايزين غاز بسرعه في الاول. يعني في شويه حاجات كده ايه تكنيكاليتيز، انا مش بتاع غاز وما بفهمش قوي في الحته دي، ولكن التقارير متضاربه قوي في الموضوع ده. المهم انخفض انتاج الغاز. في الوقت ده احنا بدل ما كنا ممكن نعمل محطات للتغويز علشان نعرف نستورد بشكل افضل، عملنا توجه اخر بناء على ان احنا متخيلين ان هيبقى عندنا فيه امدادات غاز محليه ومش هقدر اشتريها. وهو ده السبب اللي خلانا لحد دلوقتي معتمدين على الغاز في الصوره الغازيه، الانابيب يعني اللي في الحاله دي بنقدر نجيبها من اسرائيل. بس مشكله اسرائيل ان هم عدو، يعني علشان نكون صريحين، فما دام انت عندك عدو ما ينفعش تبقى بتستورد منه حاجه مهمه جدا بالشكل ده. علشان كده احنا بنحاول نلاقي طرق تانية ان احنا نخرج من المأزق اللي احنا فيه. ولازم تبقى واخد بالك من حاجه تانية، مشكله الدولار مأثره برضو علينا في الحته دي. ما هو الشركات اللي بتعمل تنقيب عن الغاز وعن البترول، احنا مش قادرين نبقى مستدامين في الدفع ليهم بالدولار بسبب ان انا عندي مشكله في توفير العمله الصعبه. فده برضو بيبقى احد الاسباب ان الشركات دي مش بتشتغل قوي، يعني بيتماطلوا شويه. ممكن يقول لك انا لقيت احتمال يكون في غاز في المنطقه الفلانيه بس مش هحفر غير لما تديني فلوسي، وهكذا. وده برضو بسبب ان احنا ما عندناش شركات وطنيه او شركات مصريه حتى قطاع خاص مركزه كويس قوي في الحاجات دي، وبنركز اكتر في جذب الاستثمار. طيب دلوقتي بقى الحرب قامت. صحيح ان هم بيقولوا ان هم يرجعوا تاني امدادات الغاز بتاعت اسرائيل من بكره تقريبا او النهارده حاجه زي كده، ولكن الخطر ما زال قائم. والخطر ده بيتمثل في انقطاع توريد او تقليل توريد الغاز اللي جاي من اسرائيل، اللي احنا بنعتمد عليه بشكل يعني مش قليل برضه. يبقى احنا هنا في الحاله دي محتاجين نعمل حاجات كتير. اولهم
ان يبقى عندي شركات مصريه هي اللي بتنقب عن الغاز. ده اول حاجه. وتاني حاجه اني اجهز نفسي لوضع زي ده، بحيث ان انا ممكن احط بعض الاستثمارات اللي جايه لي في شركات التغويز. وتالت حاجه، هو انا ليه بس بودي انابيب ناحيه اليمين؟ ما في الشمال غاز. انا ممكن اودي الجزائر، ما عندهم غاز، ممكن اعمل برضو نفس الانابيب دي لحد هناك ونعمل اتفاقات معاهم. في حلول يعني، وان شاء الله ربنا ييسر الحال والمشاكل دي تاثيرها يبتدي يقل علينا بايجاد هذه الحلول.